للأسف بلاقي إن كتير من معلمات التأسيس اللي لسه مبتدئين ما عندهمش أي فكرة عن الطريقة الصحيحة لكتابة الحروف أو الليترز أو النمبرز أو الأرقام، ودي حاجة مهمة جدا بيتوقف عليها أو بتشكل خط الطفل بعد كده. طبعا خط الطفل بيعتبر مسؤولية التأسيس الأولى في أول مرحلة. كتير مننا يقولك أنا حاولت مع الطفل كتير وهو خطه كده، خطه كبير، خطه ملخبط. عاوزة أقولك بتبقى نسبة بسيطة جدا اللي بيفضل مصمم أو ماشي على إن خطه كده، وده بيبقى راجع لأسباب تانية عند الطفل. أما الغالب والعادي والطبيعي والصح إن خط الطفل أنت اللي بتظبطيه وأنت في بداية مرحلة التأسيس، وأنت مسؤولة عن تشكيل حجم وطريقة وشكل خط الطفل بتاعك لما بتعلميه بطريقة صح. ده هيحصل لما تكوني انت كميس في الاول عارفه الطريقه الصحيحه لكتابه الحروف دي، ايه اللي بيقع فوق السطر وايه اللي بينزل تحت السطر وايه اللي بيتوسط السطر وهكذا. علشان كده عملت الفيديو النهارده، وان شاء الله في فيديو كمان للليترز والنمبرز. النهارده هنتكلم عن